طب تخيل معايا كده، تصحى من النوم في يوم تلاقي الدنيا اتشقلبت. كل فلوسك، كل قرش حوشته اختفى، كأنه اتبخر من حسابك. بالبنوك مقفولة، الشغل واقف، كل حاجة اتبنت في سنين انهارت في لحظة. الكلام ده مش خيال علمي، دي كانت حقيقة عاشها ملايين الناس سنة 1929. قبل الانهيار ده كانت أمريكا في عزها، فترة العشرينات كانت كلها تفاؤل وفلوس. الكل كان بيراهن في البورصة، البنوك بتسلف أي حد والناس فاكرة إن المكسب مضمون. بس الوهم ده كله كان مبني على الهوى وكان خلاص على وشك ينهار. وجه اليوم المشؤوم، الثلاثاء الأسود، وفي ساعات ثروات اتمحت من الوجود. الانهيار عمل زي الدومينو، الناس كلها جريت على البنوك والبنوك فلست. آلاف البنوك أعلنت إفلاسها، ومعاها ضاعت فلوس الناس اللي حوشوها طول عمرهم. الموضوع ما كانش مجرد أرقام على الشاشة، دي كانت حياة ناس بتتدمر. والنتيجة؟ البطالة ضربت في السماء، ربع القوة العاملة تقريبا بقى من غير شغل. الصورة بتوضح كل حاجة، اللي كانوا مليونيرات بقوا بيقفوا في طوابير عشان ياكلوا. والمصيبة إن الأزمة دي ما وقفتش في أمريكا بس، العالم كله كان مرتبط ببعضه. وبسبب الانهيار ده الاقتصاد العالمي كله دخل في نفق مظلم. ولأنه كان بالحجم ده التاريخ سماه الكساد العظيم، مفيش حاجة حصلت زيه. كل ده يخلينا نسأل سؤال مهم جدا ويمكن هو الأهم. يا ترى في عالمنا دلوقتي ممكن التاريخ يعيد نفسه ونشوف كارثة زي دي تاني؟